العناوين. المنتخب المغربي للاعبين المحليين يفتتح تشان بالفوز على أنغولا. التفاصيل. افتتح المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين منافسات تشان يوم أمس الأحد في الملعب الوطني نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي بالفوز على نظيره الأنغولي بحصة 2-0 ضمن الجولة الأولى من لقاءات الدور الأول لحساب المجموعة الأولى. ويخوض طارق السكتيوي المسابقة المنظمة حاليا من طرف كينيا وتنزانيا وأوغندا بمجموعة بديلة للنخبة المحلية الممارسة في الأندية المغربية، وذلك بعدما أفضت فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين صوب أندية خارجية. وتمكنت الأسود المحلية من هز شباك المنتخب المحلي الأنغولي في الدقيقة 29 بعد حملة هجومية منسقة وضعت اللاعب الرياحي وجها لوجه أمام المرمى، وقد تمكن من التسجيل بتسديدة مركزة وضعت الكرة بين ساقي الحارس أديلسون دا كروز نيبلو. وضاعف المنتخب المغربي الغلة التهديفية في الدقيقة 81 بعد تنفيذ ضربة زاوية، وتأتى ذلك من خلال اللاعب مروان الودني الذي ارتقى للكرة برأسه ليضعها وسط مرمى منتخب أنغولا، جاعلا النتيجة 2 مقابل لا شيء. لكن الحكم قرر احتساب الهدف للأنغولي خواكيم بالانغا ضد مرماه. جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للاعبين المحليين يخوض شان 2025 في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات أنغولا وكينيا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيلاقي الكينيين برسم الجولة الثانية يوم الأحد المقبل على 1:00 بعد الزوال بتوقيت المملكة المغربية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس.